تمام. في عجاله الحقيقه يعني بنوصل كده في عجاله، في حد يعني او اتنين محمليني رسالتين. اولهم الفلاح المصري. الفلاح المصري هو يعني احنا اولا احنا قلبا وقالبا مع الفلاح المصري الفقير البسيط اللي عنده هموم الدنيا كلها، وعايزين نقف مع هذا الفلاح وقفه كاجهزه الدوله والاعلام كله مع الفلاح ان هو يجد، يعني شايفين فيه اهتمام بيه، بس عايزين اهتمام اكتر من كده. انا هقول لك كده بالفلاحي، يعني احنا ما ننظرش للفلاح ده على انه الضعيف الغلبان ابدا. الفلاح ده الامن القومي المصري، الامن القومي المصري. دون هذا الفلاح امننا القومي في خطر. وده مش مرتبط بس بالمنتجات الزراعيه اللي بيطلعها لنا الفلاح، لكن ما فيش حد من دارسي العلوم الاقتصاديه يقدر يتخلى عن فئه الفلاحين. طب الرساله ايه عشان بس؟ الرساله بتاعتنا ان الفلاح ده لازم نذلله العقبات اللي بتواجهه، عشان احنا محتاجين. اهم العقبات ايه؟ اهم العقبات انا يعني في خلال الايام اللي فاتت في مشكله مطروحه فعلا، الا وهي زياده اسعار السماد. ايوه. وزياده اسعار السماد الحكومه بتقول ان سعر تكلفه انتاج السماد وصل لاكبر من السعر اللي هي بتوردها بيه للفلاح. وعلى اثر ده بقى في تضارب في الاراء. الحكومه مره قالت ان هي هتزود سعر توريد السماد يعني مطلوب حضرتك ل 2000 جنيه، ومره ثانيه امبارح قالت ان هي لا هتبدا تورده له بالسعر القديم. فده عمل بلبله عند الفلاح. يبقى نشوف نعالج مشكله السماد. لازم نوفر للفلاح الادوات التي يحتاج اليها لتنميه الزراعه. الرساله الثانيه بقى